طبقة متوسطة اتهمت بقتل حبيبها شاب غني بعد ما اكتشفت إنه خدعها وتخلى عنها. النيابة طبعاً وجهت لها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار. والغريب بقى أو اللي يوضح قيمة الموقف إن الهلالي وهو كان وزير عدل سابق وشخصية ليها وزنها سمع بالقصة وقرر يتطوع ويدافع عنها ببلاش. خلينا نشوف بقى دخل المرافع إزاي. البداية بتاعته كانت قوية جدا. قال: أنا لا أدافع عن جريمة، بل أدافع عن إنسانة جرحتها الحياة فسال الدم من قلبها قبل أن يسيل من يدها. بداية بتخطف اللي بيسمعها فعلاً. هو هنا عمل حاجة ذكية جداً، عمل إعادة تقطير للقضية كلها. إزاي يعني بدل ما المحكمة والناس تفكر في فعل القتل نفسه، خلاهم يفكروا في الدافع النفسي الإنساني اللي ورا الفعل ده. حولها قدامهم من مجرمة لواحدة ضحية للخيانة للغدر. استخدم تعبيرات زي إنها قتلت